واليوم راح أعطيكم وصفة البروستة الدجاج المنزلية على الطريقة السورية اللي بتنافس أقوى مطاعم البروستة. من التتبيلة للدجاج الطري من الداخل لخلطة الطحين والقرمشي اللي بتسمع صوتها من أول لقمة. خليكم معي لتتعرفوا على كل أسرار البروستد ولا تنسونا من لايك والشير ليوصلك كل جديد. أول شي بنحتاجه فروج كامل. طبعا الفروج لازم يكون وزنه من الكيلو للكيلو 200 جرام وما يكون أكثر من هيك. مشان طريقة الفتح نفتحه أول شي بالنص، بنرجع بنشيل الزردي يلي بالنص، زردة الظهر. طبعا هاي هي اللي بتعطي الزنخة للبروستد، لازم نشيلها ونستغني عنها. هيك صار عنا قطعتين للفروج. أول قطعة بنقطعها من عند الفخذ وبنرجع بنفصل الدبوس عن الوردي. هيك بيكونوا صاروا أول قطعتين جاهزين. في عنا هون قسم صغيرة لازم نرجع نشيلها كمان. نرجع للقطعة الثانية اللي هي الصدر مع الجانح، نفصله بهذا الشكل، وراس الجانح منشيله. لصدر الدجاج فينا نقطعه قطعتين وفينا نخليه مثل ما هو، بس أنا رح قطعه قطعتين مشان سهولة الاستواء. هيك أول نص فروج بيكون صار عنا جاهز. النص الثاني بنسويه بنفس الطريقة، كمان بنفصل الدبوس عن الوردي، بنشيل الزوائد وبنفصل الجانح وبنقطع الصدر بالنص. طبعا يلي حابب يشوف طريقة الكريسبي على طريقة المطاعم السورية صارت موجودة على صفحتي على اليوتيوب، فيكن تشوفوها. طبعا مثل ما حكينا لأنه الفروج وزنه 1200 جرام رح نقطعه ل10 قطع متساوية. هيك بيكون صار عنا جاهز ومقطع. وهي الزوائد يلي استغنينا عنها بالفروج وما بنحتاجها. ومنجي للتتبيلة. في عنا نص ملعقة طعام ثوم بودرة، ربع ملعقة جوزة الطيب، نصف ملعقة كاري، ربع ملعقة محلب، ربع ملعقة قرفة، نصف ملعقة بهار أبيض، ربع ملعقة كزبرة، وربع ملعقة. منحط البهارات كلها بكسرولة ومنضيف عليها ترنشات حبة ليمون كاملة، منقطعها طبعا لترنشات ومنحطها بالكسرولة مع البهارات. نرجع منضيف عليها المي، طبعا بقدر لتر تقريبا. ومنضيف عليهم الثلج، لأنه بهذا الجو الحار لازم نستخدم الثلج بالوصفات وبالرسبيات مشان ما يخرب معنا الدجاج. منحرك البهارات، وأكيد منضيف عليهم ملعقتين ملح. بنقدر ندوق الخليط وبنشوف لازم يكون مالح شوي صغيرة مشان يعطي تتبيلة ونكهة طيبة للدجاج. نرجع منبلش نغمس الدجاج بالمي، بنحط كل القطع. هيك بتكون عنا تتبيلة دجاج البروستد جاهزة. طبعا لازم نتركها بالثلاجة لمدة من 10 ل 12 ساعة مشان الدجاج يتشرب التتبيلة ويكون جاهز للقلي. وللأشخاص يلي بيحبوا السبايسي ممكن يضيفوا نص ملعقة بابريكا حرة أو فلفل حر للمزيج، وهيك بيكون عنا البروستد صار سبايسي. نيجي لطريقة عمل الطحين. في عنا كيلو طحين رقم واحد، وفي عنا 100 جرام نشا. طبعا أنا عم بسوي لكم إياها على الميزان. وفي عنا 10 جرامات ملح.
نخلط الطحين مع النشا مع الملح لمنه يتمكس الخليط كله مع بعض. هيك بيكون صار عنا الطحين جاهز. بالنسبة للمي هي عبارة عن مي زائد ثلج. في أشخاص بيستخدموا البيض بس أنا ما راح استخدمها. راح نبلش بطريقة تحضير الثوم. في عنا 2 بياض البيض، بننزلهم بالبلندر، بننزل عليهم 15 حص ثوم، وبنخلط الخلاط لمنه ينعم الخليط. بعد هيك وهو شغال البلندر بنصير بننزل عليه الزيت. طبعا هاي الكمية بتاخد لتر زيت كامل. بس يشد الخليط عنا بنضيف شوية ثلج وبنضيف مي باردة. رح يرتخي عنا الخليط، رح نرجع نشده بالزيت. كل ما شد عنا الخليط رح نرجع نرخيه بشوية مي وثلج. منضيف له ملعقتين خل أبيض، ومنضيف ملعقة حمض الليمون وملعقتين ملح. آخر شي رح نضيف الزيت عليه لمنه تخلص الكمية كلها. وهيك بيكون عنا الثوم جاهز. طبعا شوفوا القوام كيف لازم يكون. هاي الطريقة كثير سهلة وبتقدر تسويها بالبيت بكل سهولة. لتحضير ثوم السبايسي ناخد نص كمية الثوم يلي حضرناها، بنزيد عليها ملعقة شطة حلبية، وبنزيد عليها ملعقة بابريكا مدخنة أو حرة حسب الرغبة، وبنحركهم كثير منيح مع بعض لمنه يتجانس المزيج ويصير بهذا اللون والشكل. طبعا والطعمة ولا أطيب. هيك بنكون سوينا الثوم السبايسي. وبنرجع لطريقة تحضير البروستد. أول شي غاز وزيت قلي. طبعا الزيت لازم يكون نظيف ومصفى إذا كان مستخدم من قبل. وفي عنا التتبيلة بعد 12 ساعة راح تكون بهذا الشكل. راح ننزل نحنا نص وجبة يلي هي نص فروج، عبارة عن 5 قطع. أول شي بننزل القطع بالطحين، وبنبلش بعملية التقليب بالإيد. بهاي الطريقة راح يكون الطحين غطى كل الدجاج من جميع الاتجاهات. بنشيلهم من الطحين وبننزلهم بالمي الباردة. هيك بعد ما نزلناهم بالمي الباردة بنرجع للعملية الثانية يلي هي كمان التطحين. بس شوفوا طريقة التطحين كيف راح يطلع معنا الحراشف تبع البروستد. بعد ما حطينا القطع بالطحين بدنا نبلش تقليب الطحين عليهم. ما لازم نشد ايدنا، ومنبلش بعملية التقليب. تقليب وضغط خفيف مشان تطلع معنا الحراشف يلي حكينا عنها. هيك بنكون خلصنا عملية التطحين، وبيكون البروستد جاهز للقلي. طبعا بهالأثناء نحن بنشوف الزيت إذا كان حامي، بنحط قسمة عجينة صغيرة. لما تطلع لفوق بيكون حامي مثل ما انتم شايفين. منبلش بننفض حبة الدجاج ومننزلها بالزيت لمنه ننزل كل الكمية. طبعا وقت القلي بيختلف حسب حرارة الزيت، ولكن على حرارة متوسطة تقريبا بياخد لمدة 15 دقيقة ليكون استوى الدجاج من الداخل. حركهم تحريك صغيرة مشان ما يلصقوا بقلب الطنجرة. وهيك البروستد بعد 4 أو 5 دقايق راح يكون عنا بهذا الشكل. راح نجهز نحنا صحن البروستد اللي هو عبارة عن الثوم والثوم السبايسي اللي سويناه والكول سلو، وعنا المخلل وترنشات الليمون.
وهيك بعد 8 دقايق راح يكون بهذا المنظر. وهيك البروستد بعد 12 دقيقة راح يكون بقيان معنا 3 دقايق. وهيك عنا البروستد راح يكون جاهز. طبعا أغلبية الأشخاص بيسووا مع بطاطا، أنا ما سويت بطاطا مشان نكونوا مركزين فقط على تتبيلة البروستد وطريقة القلي. أما أنتم بتقدروا تنزلوا بطاطا قبل ب5 دقايق. هيك راح يكون عنا جاهز البروستد. راح نشيله نحطه بمصفاي على محرمي مشان ينشف الزيت معنا ويكون جاهز للتقديم. طبعا بنصف قطع البروستد على الصحن. وأهم شغلة مشان تطلع طعمة البروستد نحط له بهارات البروستد. طبعا يلي بده بهارات البروستد يلي بتنحط على الوجه مثل ما هلق عم نحط يكتب لي بالتعليقات. هيك رح تذوقوا أطيب بروستد رح تكونوا عاملينه بالبيت وبطريقة ولا أسهل. وللمزيد من الفيديوهات وأسرار الطبخ والمطاعم تابعوني على قناتي قناة الشيف عاصم غرس الدين. ولا تنسونا باللايك والشير ليوصلكن كل جديد.